صباح الخير من أحلى مكان في الدنيا، مع أحلى واحدة في الدنيا، ماما حبيبتي. حسبي الله ونعم الوكيل في كل اللي ظلمني. خرجت الفنانة منى فاروق عن صمتها لأول مرة واتكلمت في تصريحات صحفية عن أزمة فيديوهاتها الأخيرة. قالت منى فاروق: هو ابتلاء كبير واللي ربنا بيحبه بيبتليه، وقلت اللي كان فيه جواز في الفترة دي، بس أنا تعرضت لظلم كبير وجلد، وناس جرحت فيا وفي أهلي، حكموا عليا بالإعدام وأنا على وش الدنيا، وحسبي الله ونعم الوكيل في كل إنسان ظلمني. لما حصل لي أزمة زي أي بني آدم في الدنيا ممكن يتعرض لأزمة، بس الناس كلها ما سمتش عليا، وأي حد بيدوس عليا لأن أنا ما عنديش ظهر، بس ربنا ظهري. ربنا ابتلاني وناس كتير قدامي ظهرت على حقيقتها، سواء من صحابي أو ناس قريبة مني أو من الشغل، وما بقاش ليا صحاب دلوقتي، وفي ناس ربنا كرمني بيهم بعد الأزمات اللي حصلت لي. بحاول أهرب من الواقع وإني ما فكرش فيه عشان الحياة بتوجع، والحقيقة دايما بتوجع، وأبويا لو كان عايش كان هيجيب لي حقي وما كنتش هحارب الدنيا لوحدي. أبويا لو كان موجود كان هيجيب لي حقي من الدنيا كلها، وما كانش هيخلي حد يزعلني، وكان هيخليني واثقة في نفسي، وما كانش هيخليني أتعرض لأزمات نفسية. الناس طلعت وقالت إن أبويا غضبان عليا، وده ما حصلش. أبويا مات راضي عني وبيحبني، وما كانش معترض على التمثيل، ولا كان في مشاكل بينا، وأنا ما سبتهوش وكانت روحي فيه. وهو توفى قبل الأزمة بسنين، والأزمة كانت في 2019 وأبويا توفى في 2016. ووجهت منى فاروق نصايح للبنات وقالت لهم: ما تثقيش في أي واحد، وما تحبيش قوي، وفكري في قراراتك كويس. ووجهت الفنانة منى فاروق رسالة لجمهورها وقالت: استنوني قريب جدا على الشاشة، وأنا أسفة وانتوا وحشتوني قوي، واحكموا عليا من خلال أعمالي الفنية ومن خلال الشاشة، ومحتاجة دعمكم ليا الفترة اللي جاية. أنا بشتغل برا مصر، بشتغل في لبنان ودبي، بس أنا عايزة أشتغل في بلدي مصر، وملهاش علاقة بالماديات. أنا عايزة أخدم بلدي، وعايزة أرجع أعمل أدوار تاني في مصر. أنا بحب بلدي وبحب شعبها ورئيسها، ونفسي أبقى موجودة.